نحن طبعا على موعد مع مباراة تاريخية، مباراة ثارية، مباراة بتحمل في طابعها كل أصناف التحدي والإثارة. ليه؟ لأنه بين فريقين كبيرين جدا، الهلال السوداني والأهلي المصري، مواجهات ذات أبعاد عميقة جدا. حتى تاريخ المواجهات يعني بيخلي من المباراة دي نكهة مختلفة. دارين ننبه لحاجة، تداعيات المباراة معروفة، واللغط اللي كان داير عن إخصاء الجماهير الهلالية من الدخول وتناول الإعلام المصري للموقف ذاته على حسب مصالح طبعا النادي الأهلي، وكل الحاجات اللي بتحصل أو بتكون مرافقة دائما لمباراة الهلال والنادي الأهلي، والوجود الأمني المكثف وكل الأشياء بالنسبة للمشجع الهلالي بقت محفوظة يعني. نحن الآن أمام الأمر الواقع. بعد ساعات من الآن حتكون في مواجهة قوية جدا بين الفريقين. جماهير الهلال يعني صبت جام غضبها من عدم وجودها داخل الاستاد ومؤازرتها لفريقها في مباراة مهمة زي دي، للأسف طبعا على العام الثاني على التوالي يعني. لكن يا جماعة نحن دايرين نحكم صوت العقل، ونقوم ننقل المواجهة لمواجهة فنية، وندعم لاعبينا بالدعوات، وإن شاء الله ربنا يوفقهم في مواجهة زي دي، ويحققوا لنا انتصار يعني يليق باسم وتاريخ وعظمة الهلال. المطلوب في الوقت الحالي انه نوجه كل الدعم للاعبين، يعني فردا فرد، ونثق تمام الثقة في لاعبي الهلال في قدرتهم على انهم يحققوا نتيجة كبيرة جدا، وان شاء الله يعني ننتصر على كل العوامل وكل المسببات اللي خلت انه الهلال يكون بعيد من حناجر الجماهير وتشجيع ومؤازرة. ندعم اللاعبين ونثق فيهم تمام الثقة، وننبه لحاجة مهمة جدا، يعني حتى الوجود بتاع الجمهور للأسف ما حيكون خاص بملعب المباراة بس، يعني حتى المحيط، كل المحيط بتاع استاد الهلال هو حيكون بيكون تحت التأمين بتاع قوات الشرطة وخلافه. وانا برضو داير انبه لحاجة برضو الناس تنتبه لها، انه حيكون في وجود امني مكثف وكما جرت العادة يعني، ووجود امني خارق، ويعني بعد ذاك الكورة زي ما بيقولوا بين اقدام اللاعبين. دعواتنا لكل لاعبي الهلال في انهم يوفقوا في انه يحققوا انتصار تاريخي، دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن نرد بها عليه كل الظلم اللي تعرض له الجمهور الهلالي واخصائه من مؤازرة فريقه. والكرة الان في ملعب اللاعبين، يعني من ابو 20 لحد الغربال، كل لاعبي الهلال، ونثق في اي لاعب يكون خيار من خيارات المدرب في انه يحقق رغبة الجماهير الجامحة في الانتصار على النادي الأهلي. نكتفي بالدعوات ونحاول نتعامل مع الأمر بحكمة، ولكل حديث الوقت ده ما وقت إنه نحن والله نوجه سهام النقد لجهة ما ولا لمجلس ولا للأهلي ولا للكاف ولا كده، ما حنستفيد حاجة. الآن افترض إنه الناس في كل تداخلاتها وتدويناتها تتحدث عن دعمها للاعبين ووقوفها مع اللاعبين، ونتمنى إنه مدرب الفريق يعني ينجح في إنه يقود الدفة الفنية ويقرأ النادي الأهلي جيدا، وهو النادي الأهلي كتاب مفتوح بالنسبة للهلال. فالمباراة دي بجد يعني اللاعبين بيحتاجوا لدعمي. أنا شايف الجمهور الهلالي في اليومين اللي فاتت انشغل عن دعم لاعبيه، لذلك يفترض انه تكون الرسائل كلها محفزة والرسائل كلها تدعم اللاعبين، ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله في انه يحققوا النتيجة المرجوة وينتصروا على النادي الاهلي. ترتيبه في الرياض الدغش، وطن الملايين الغبش، وقته لينادي لك جري متوضي بكفنك تخش.